أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات جرين توك بودكاست برعاية شركة بنتا فارما لا ناتيور. الحقيقة في شهر رمضان زي ما جسمنا بيجهد جلدنا بيتأثر، وأول حاجة دايما الناس بتشوفها في وشنا هي الجلد، هي البشرة، هي الطلة بتاعتنا. فدايما لو اهتميت ببشرتي وجلدي وطلتي ده بيفرق كتير قوي في علاقاتي مع الناس وفي مقابلتي للناس. عشان كده ما كانش ينفع يعدي شهر رمضان من غير ما نتكلم عن أكبر جهاز في جسمنا وهو الجلد اللي مغطي كل الجسم، ولازم نعتني بيه. ومش هينفع نتكلم عن الجلد غير ومشرفانا الأستاذة الدكتورة حنان ندى، أستاذ الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر بكلية الطب جامعة القاهرة. أهلا دكتور حنان، منورة الدنيا. أهلا وسهلا بيك، فرصة رمضان سعيدة كريم يا جدا. دكتور. الله أكرم إن شاء الله. إيه رأي حضرتك في الجلد بقى؟ حضرتك قضيتي حياتك كلها بتدرسي مم. وبتشوفي حالات كتير قوي بس في الجلد. مم. قد إيه الجلد مهم في وجهة نظر حضرتك؟ بص، لو هتكلمني على الجلد هقول لك ده أهم عضو في جسمك. عارف ليه؟ لأن هو اللي بيغطيك وبيحميك من العالم كله. ده والخط حماية. أول مش خط حماية، ده هو اللي لفك محافظ على جسمك كله. نمرة 2 خط الدفاع المناعي الأول ضد أي حاجة. جسمك كله مستخبي، هو يا عيني اللي يعني متعرض للبيئة والميكروبس والحرارة والزعابيب والأتربة، هو المصد بتاعك. نمرة 3 هو الوسيلة اللي الجسم من جوه بيخاطبك بيها. انا مش عارفه القلب فيه ايه ولا الكبد ولا ده ولا ده، بس هو عايز يصرخ ويقول لك، فهيقول لك عن طريق اعراض في الجلد. فالجلد مش حاجه بسيطه ابدا، ده اهم عضو في جسمك. أهم عضو في الجسم. اهم عضو في الجسم. حضرتك بتشوفي إزاي المرضى اللي بيخشوا لحضرتك في شهر رمضان؟ هل الجلد بيعبر عن الإرهاق أو التعب أو قلة شرب المية؟ يعني في علامات حضرتك بتشوفيها في المريض وهو داخل الجلد فيها بيشاور إنه الصيام مؤثر معاه؟ فعلا، على فكرة، ودخلة المريض عليك بتعرف ان ده فعلا الشخص ده. بلاش نقول مريض لان احيانا بيجولنا بحاجات مش امراض او كده تجميلية. الشخص اللي داخل عليك ده صايم، وصايم صح ولا لا. اوكي، يعني لو دخلك مريض وشفت الجلد بتاعه دي هايدريتد، تيجي تمسك جلده كده يطلع معاك. فاكر زمان الاطفال اللي هم بتوع المجاعات والحاجات دي والعطش، بيطلع معاك يبقى هو ناقصه ميه كتير. الهالات السوداء اللي حوالين العين اللي بتبان كتير جدا في الناس بالذات اللي ما بيهتموش بتنظيم النوم والتغذية الجيدة في رمضان. البشرة بتبقى شاحبة او فيها اصفرار، معناها انه دخل في انيميا اكتوال. تهدل الجلد وظهور بعض العلامات اللي هي التجاعيد الفاين رينكلز، دي معناها برضو انه هو فقد جزء من الكولاجين الموجود في البشرة نتيجة لعدم الصيام الصحيح او عدم التغذية الجيدة. فدي كلها علامات، والمريض داخل عليك بتبتدي تعرف هل فعلا وصل لمرحلة سيئة او لسه. هل هو صايم صيام صحي ولا صيام مش صحي؟ بالظبط. على فكرة الصيام كويس جدا، وهنتكلم فيما بعد ازاي يعني الصيام ده من اهم الحاجات اللي ممكن بنعمل بيها ريجنريشن، اعادة تجميل وبناء وتوضيب للجسم كله. وحضرتك بتشوفي العلامات دي بيكون ليها أسباب أكيد. فإيه أشهر الأسباب اللي حضرتك بتشوفيها إن ممكن الجلد يبقى مرهق وتعبان وفاقد للكولاجين والترطيب بتاعه؟ اهم حاجة إساءة استخدام الصيام. الصيام ده وسيلة جيدة جدا للتخلص من كل شيء مش كويس في الجسم كله. تعرف حضرتك سنة 2016 في عالم ياباني أخذ جايزة نوبل على فكرة مهمة جدا، الالتهام الذاتي أو الأوتوفاجي، اللي هو قائم على فكرة الصيام المتقطع. إزاي بقى؟ إحنا جوانا كل يوم بروتين بيبوظ، وبعض العضيات الخلية بتبوظ، تراكمها جوه جسمك بالذات بعد الأكسدة الشديدة والتعرض لأشعة الشمس والأدوية والبلوشن والحاجات دي كلها، بتبتدي تتراكم هذه الأشياء. لو تركت داخل جسمك هيحصل إيه؟ أمراض، وأشهرها السرطانات. طبعا. 2 عندنا في الجلد مثلا الصدفية، البهاء، حاجات كتيرة جدا، الذئب، كل دي نتيجة لخلل في منظومة اسمها الالتهام الذاتي أو الأوتوفاجي. فده واحد من الأسباب الأمراض المناعية. مناعية. وبناء عليه الجسم عمل ظاهرة الالتهام الذاتي دي
اكتشفها او اللي اتحدث عنها واخد فيها جائزة نوبل 2016 العالم الياباني ده، وقال لك ان اكتر حاجة بتحفز الالتهام الذاتي هو الصيام المتقطع. اللي بنوا عليه اللي هو الصيام اللي احنا بنشوفه في رمضان ده هو نفس فكرة الإسلامي، هو ده اللي أخدوا منه فكرة الصيام المتقطع، إن أنت بتصوم عدد معين من الساعات ثم بعد ذلك تجيد، شوف فن استخدام الأكل، خد بالك من الكلمة اللي أنا بقولها، مش هقعد بقى على معرفش إيه، فاكر فؤاد المهندس بقى فين السلطة فين المحشي فين، لا أكل كتير. أيوة الأكل كتير، لا ليس الكم وإنما النوع، هو ده اللي يهمني بعد كده، فن إجادة الصيام خلاص، أو ثم بعد ذلك فن إجادة الطعام، ده مهم جدا جدا. لو أنا أحسنت هذا وذاك في النهاية هطلع من الشهر ده بنضارة وتجديد وحيوية في كل أجهزة الجسم بما فيها الجلد. يبقى كده في حلول حقيقية حضرتك ممكن تقدمها لنا من خلال نمط الحياة طبعا بتاع الإنسان الطبيعي. طبعا طبعا. إيه الحلول اللي ممكن تكون بتساعدنا وإحنا نعملها في نمط حياتنا الطبيعي؟ رقم واحد زي ما قلت لك الاختيار الصحيح للأكل بتاعي ليس قائم على الكم وإنما الكيف، لابد وأن يحتوي على كمية كافية من البروتين. ده البروتين ده هو البيلدينج بلوكس لكل حاجة في جسمك، ومهم جدا ان يتنوع ما بين البروتين النباتي والحيواني، مش معناها ان انا طول النهار هقعد اكل فيهم، لا نوع في الأمينية كلها بالظبط، والمصدر النباتي والسمكي والحيواني وكل نمرة 2 الخضار والفاكهة وبالذات الفريش، يعني طبق السلطة ده مهم جدا، الفواكه الفريش ليه بقى؟ كلها عبارة عن فيتامينز ومعادن وتريس إليمنتس اللي احنا عايزينها. كله بيتكلم في التغذية دلوقتي على الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعرفش ايه والكلام ده كله، طب ما هو موجود عندك طبق السلطة ده الملون فيه كل حاجة، فيه كل فيتاميناتك A و B و C و E وكله، ومعاه كمان شوية بقى الأملاح المعدنية والعناصر الغذائية، فده كويس جدا. نمرة 3 شرب المياه الكافية أو السوائل، خلينا نقولها السوائل الكافية، لازم احنا كل يوم من 3 ل 4 لتر لازم يكونوا داخلين جسمنا عشان يبتدي الدورة الدموية وعشان الكلى تشتغل وكل أعضائك تبقى تمام وإلى آخره. رابع حاجة امتى آكل وامتى ما أكلش، امتى أخد جزء قليل وامتى أخد جزء كبير. ما جيش بعد ساعة الصيام الناس تروح قاعدة على السفرة دباها الدبة اللي هي ايوه بالظبط. احنا بنقول ناخد حاجه في الاول قليله كالماء او اللبن او الحاجات دي او عصائر او عصائر فريش او شوربه قليل من التمر معاها السمبوسه ما اعرفش ايه، وقوم بعد كده صلي اعمل اي حاجه تقوم المعده تبتدي ايه تفرز الحاجات بتاعتها بقى وتستعد ايوه تتهيأ. بعد كده بتبتدي كل الاكل الصحيح بكميه مناسبه وانواع مناسبه هتبتدي تمتص بهدوء شديد وبالكميه اللي انت اخدها كلها هتروح خلاص. بعد كده بقى تاني حاجة بعد إجادة فن الطعام ونوعيته وكمه ان انا انام فترات منتظمه. في ناس كتيره تقول لك نومي بيتلخبط في رمضان، بالعكس نظمه صح، نظمه بما مش هقول لك بعد ده ساعتين لا، شوف امور حياتك ازاي ونظمها صح في رمضان على ان تاخذ قسط كافي في الوقت اللي بيطلع فيه هرمون الميلاتونين بتاع الليل. مهم جدا الميلاتونين ده مهم لكل وظائف الجسم وللبشره ونضارتها خلاص. نمره 3 احنا الحمد لله كلنا هنا يمكن بنعتمد في مصر على اننا بنمشي وبتاع، بنركن العربية ونمشي، فدي المشي ده حلو بينظم حاجات كتير، بينشط الدورة الدموية والى اخره. فلا تركن انا صايم مش قادر انا تعبان، لا امشي زي ما في حياتك العادية بتمشيها. عايزة تقولي انه المشي لانه بيحسن الدورة الدموية أيوة. ممكن ينعكس على البشرة طبعا على كل حاجة في جسمك بما فيهم الجلد. اخد بال حضرتك، لان هو الدوره الدمويه ما بتمشي في جسمك بتروح للاوعيه الدمويه الدقيقه الموجوده في جلدك يا كمان. طول ما انت قاعد ساكن الاوعيه الدمويه بتاعت جلدك منخفضه، القطر بتاعها ضيق مش واصل لها اصلا، لكن انت لما بتمشي وتنشط كله بيحصل تمدد في الاوعيه الدمويه بيروح للجلد. الجلد بيعتمد على كميات قليله جدا من الدم بتوصل له، وعشان كده لما بيحصل انغلاق في الاوعيه الدمويه في بعض الامراض بيحصل اول حاجه يحصل فيها ايه؟ الجلد بالظبط جنجرين، الضوافر بتقع، الشعر بيقع، لا
الكلام ده كله وبدايته مهم. حتى بنشوفه مثلا في الايام الشتاء قوي، تلاقي السيدات ايوه اطرافهم ساقعه ساقعه قوي. الدم مش واصل صح، لهم. هو كده. يبقى قلنا الطعام وقلنا النوم وقلنا الرياضه، بلاش نقول كلمه رياضه الناس بتضايق. امشي، ماشي. اعمل اي مجهود في اوقاتك العاديه. رابع حاجه، حاول يبقى رمضان فتره تشيل منها الاسترسز. انا مش هقول احنا هنعيش بدون ستريس، مفيش حد عايش، ولكن خلي الروحانيات تضغى شويه على الاسترسز اللي احنا تعودنا فيها. يعني خلي 11 شهر ماشي بتفاعل معاهم مع الحياة وزعلان ومتضايق وبزعق ورايح وجاي، لكن خلي شهر منهم تبقى انت ديتاتشد كده من الحاجات دي كلها. نشد الكوب. ايوه نهدى. افصلوا نص نص طبعا، بلاش تشدوا كده نص نص، بحيث ان انت الاستريسورز دي مهم جدا ان احنا نتخلص فيها. خامس حاجة، حاول ان انت تبقى healthy as much as you can في اكلك، في حياتك، في صحتك، في كل شيء، لان ده بيبعد عنك حاجات كتيرة قوي. وكل ما كنت في بيئة صحية كل ما كان نسبة التلوث اقل، كل ما كانت نسبة الاكسدة وتعرضك للمؤثرات الخارجية اقل. حاجات كتيرة قوي حسنها في حياتك، هتبص تلاقي مش الجلد بس، ده جوه كمان الانترنال اورجانز او الاعضاء الداخلية عايشة في سلام مرتاحه، وبالتالي ده بيرفلكت على الجلد بتاعنا بالظبط والبشره. كده. طب حضرتك هل بتشوفي انه ارطب جلدي ازاي؟ هل بس باللايف ستايل، بشرب الميه، بكريمات، بمكملات، بقراص، بباودر؟ يعني نعمل ايه؟ على فكرة سؤال مهم جدا، وأثرت قضية الحقيقة احنا بننادي بيها كويس قوي. قبل ما أرد على السؤال ده لازم أقول لك، هو الجلد بيترطب إزاي؟ ولا حتى مش الجلد، كل أعضائك الداخلية بتترطب إزاي؟ كلها فيها مية. المية بتمثل إيه؟ 3/4 وزن الجسم بالظبط. وخلاص وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلاص، الجلد بيترطب من جوه أكتر من بره. احنا ربنا خلق لنا حاجتين في الجلد، احنا الخلايا بتاعت الجلد عامله زي الطوب، خلاص، وبين الطوب وبعضه اسمنت، خلاص، اهي الحيطه اهي الطوب وبينهم اسمنت، خلاص. الخليه كلها بروتين، وحوالي جدارها بروتين ودهون، والاسمنت اللي ما بين الخلايا عباره عن دهون، خلاص. كل دي بتعمل لك طبقة عازلة عشان تحافظ على الترطيب اللي جوه بتاع الجلد. لان تخيل ما فيش الحاجات دي، المية اللي جوه هتتبخر زي النبات. قول لي ليه احنا لما بنطلع في الشمس ما بتطلعش المية مننا؟ عشان الطبقة الحامية والواقية دي بتاعت الجلد، ودي احد وظائف الجلد. طيب ايه اللي مرطب الجلد من جوه؟ ان انا عندي مادة اسمها المرطب الطبيعي، ربنا خلقها ناتشرال مويسترايزنج فاكتور جوه الخلية، عبارة عن الهيدرولايزد بروتين اللي ما عادتش الخلية عايزاه، تتكسر وتبقى شوف بتعمل فسيخ شربات بالظبط كده. تاخد المواد دي تمص الميه منين؟ من طبقات الجلد العميقه، الديرمس تحت، تنشع الميه بالظبط كده، خلاص، وتبتدي تروح فعلا زي ما بقول لك كده، زي ما يكون بتنتقل من حته، زي ما يكون جدار بيتنشع فيه الماء، ويبتدي يروح لغايه الجلد. الماده دي تمص الميه وتحافظ على الخلايا ممتلئه بالماء. يجي بقى المواد المحيطه بالخليه تحافظ على الكلام ده كله وتمنعها من بره. يبقى اذا من الداخل. الحاجة التانية بقى ان احنا لما يجي بنبتدي نتقدم في العمر المادة دي بتقل، او يمكن الجسم ما عادش بيطلعها خالص، اوكي، ويبتدي كمان المادة الاسمنت اللي بين الخلايا ما عادتش تتصنع صح. ففي الوقت ده اعمل ايه بقى؟ ابتدي ارطبها من بره، ادخل لها مواد وعلى راسها تكون محتويه على السيرامايد وعلى شويه فاتي اسيدز والكلام ده، عشان تفل ان ذا سبيس الجاب دي كلها. برافو عليك. وادخل لها معاها كولاجين او هاليورونيك، على اساس ان هو ايه؟ هيمص اكتر ماده تمص الميه، هم دول الكولاجين والهيرونيك اسيد وذات، يبتدي يمص الميه. يبقى اذا انا عوضتها. ده بيحصل في ايه كمان؟ بيحصل في الحالات بتاعه جفاف الجلد والاكزيما والاتوبيك ديرماتايتس، الحساسيه الاتوبيه، في الصدفيه. تقريبا فوق 60% من الامراض الجلديه بيبقى فيها تاثر في طبقه الجلد الحاميه، وبناء عليه بتبقى عايزه ترطيب. خلاص. في الصيام بقى بيحصل ايه؟ ميتك قليله، صح، فمهما عندك مرطب طبيعي قليل، يبقى لازم نعوض من تحت، خلاص. وعلشان جلدي ما يحصلش الخلايا تشرينك وانا ماشيه في الشمس وانا ماشيه في البيئه والى اخره، يبقى لازم احط لها مرطب من بره. فيبقى هنا انا محتاج من جوه ومن بره الاثنين بالظبط. اذا انا ترطيب الجلد فن. ما هو المرطب؟ امتى احطه؟ صيف ولا شتاء؟ يختلف مع العمر، مع المرض الموجود. ترطيب الجلد علم وفن.
فهنا حضرتك بتشوفي انه حاجه زي الكريمات اللي بتحتوي على كولاجين وهيالورونيك اسيد دي حاجه ممكن نستفيد بيها، والسيرامايد. والسيرامايد، فدي حاجه ممكن نستفيد بيها طبعا. طيب هل هنستفيد نفس الاستفاده لو انا خدتها في صوره اقراص مثلا، سواء او راس ساتلتس؟ او ساشت او حاجه. سؤال برضو مهم جدا، والحقيقه احنا اشتغلنا على الابحاث دي. الحاجات اللي هي اللي بنسميها انجستبل او الاورال، الكولاجينز، سواء بقى ويمكن مش الكولاجين العادي، كل ما كان هيدرولايزد يعني متكسر الى اجزاء قليله بيبتايد تشين او حتى ايفن امينو اسيد، كل ما كان قدره الجسم على امتصاصه احسن. سؤال، هو الكولاجين ده موجود فين؟ احنا عندنا الجلد 3 طبقات، طبقه البشره خلاص، ثم الأدمة، ثم الطبقة السفلى. طبقة الأدمة دي كلها دي عبارة عن كولاجين، بتصنعها خلايا معينة بتعمل الكولاجين، دي اللي عطياك الثيكنس بتاع الجلد وعطياك النضارة وعطياك اليوث والشباب والكلام ده. عشان كده هي دي اللي بتتضرب فين؟ مع الشيخوخة. عشان كده احنا بنقعد نحقن ايه؟ فيلر، ومع عشان مكان تملى الحتة دي. خلاص. فإذا أنا الكولاجين لما هاخده بالفم، لو هو كولاجين ولا هستفيد بيه، لكن أنا لازم أخده بصورة اسمها هيدرولايز كولاجين. نمرة 2، لازم يكون معاه حاجات تساعد الخلية ضعفانة مش قادرة تعمله. الخلية عشان تصنع الكولاجين لازم يبقى معاه فيتامين سي وشوية أملاح معدنية على رأسهم مغنيسيوم وبعض العناصر الأخرى وشوية حاجات تساعدها تبوش الخلية. فإذا ما يكونش كولاجين أو لوحده، لازم معاه حاجات تانية. 3، كونه بقى كبسولة، كونه ساشي، كونه سيرابس، دي مش هتفرق، لأن من نوع لآخر بيختلف، ده مصنع كذا، ده مصنع كذا. طب هيفيدني أنا بإيه؟ أولا أنا بدي هدية للخلية التعبانة، ريدي ميد، خدي الحاجات جاهزة اهي، بدل ما هي يا عيني تقعد تستنى الوعاء الدموي يفتح ويطلع وتمص وتاخد والبامب تشتغل، هي مش قادرة. زي ما انت قاعد تعبان مثلا جعان، تعمل ايه؟ ماما لو سمحتي هاتي لي الاكل، مش قادره اقوم، ايوه، تروح ماما جايبه لي الاكل تاكل. لكن لو انت تعبان ومحدش جاب لك، هتسال تقول لا تشد اللحاف وانام، هو الخليه هتعمل كده. فانا بديها لها ريدي ميد. نمره 2، وجدنا ان هو بيؤدي الى ترطيب الجلد بنسبه 30%. الابحاث بتقول، مش انا اللي بتقول من عندي، نسبه الترطيب اللي بيساعدني بيها الاورال كولاجين. لان انا لسه قايله لك ايه، لما الكولاجين موجود في الخليه بايه، هو ده اللي بيمص الناتشرال مويسترايزنج فاكتور. انا لما احطه له هو بيعمل هيدروستاتيك، بيمص الميه حواليه. عشان كده احنا لما بنيجي نعمل السكين بوسترز، ما هي هيالورونيك اسيد، العينه بنقولها بعد نص ساعه والشها بيملى. ايه ده الجمال ده؟ ميه، هو ابزورب ووتر في الاول، دي الانيشال فاكتور، بعد كده بيساعدها في تصنيع الكولاجين. بتقولوا مع الحاجات دي لازم نشرب ميه، لازم عشان نرطب من جوه. ايوه، عشان تمص بقى. فهمت بقى؟ دي بديك اسرار المهنه. انا كده فهمت. لا دايما لما الستات بتعمل سكين بوسترز ايوه، يبقى الدكتوره دايما تقول لها لازم تشربي ميه كتير. بالظبط، عشان كده عشان تبص ميه، وكل ما شربت كل ما كان امتصاص، كل ما اداها فيلينج افكت اكبر، النتيجه بتبقى بالظبط. اذا احنا بقى لو عملنا كومباينيشن كويسه ما بين الاورال والتوبيكال او اللي بالفم والموضعي، هنبقى وصلنا لحاجات كويسه، مع تغذيه سليمه، مع لايف ستايل كويس، حقيقي نوصل لبشره كويسه. وده يدخلني في سؤال مهم قوي بقى، هل حضرتك بتشوفي انه الصيام وخصوصا ان احنا في رمضان ده حاجه مفيده للبشره؟ طبعا. ازاي بقى؟ طبعا انا لسه قايله زي ما حضرتك قلتي، احنا الميه كده قليله، النوم ملخبط، الاكل ممكن ما يبقاش احسن حاجه، فيه سكريات، ودايما بتوع الجلد بيقولوا السكريات الكتير بتاثر على الجلد وتعجل الشيخوخه. فازاي بقى مفيد؟ بص، لو احنا بصينا لها من نظرية الصيام المتقطع، سيبك من الناحية الدينية، هنتكلم بطريقة تجريدية ساينتفك بحتة، من فكرة ووجهة الصيام المتقطع وتحفيز نظرية الالتهام الذاتي، يبقى أنا كسبت مكسب عظيم. كل ما هو ويستد او بايظ من بروتين، من انزيمات، من خلايا سيئه، من خلايا ميته، من تخلصت منها، يبقى انا كده عملت ايه؟ تجديد. مش احنا دايما نقول الصيام ايه؟ تجديد روحي ومعنوياتك وشهر في السنه وبتعيش مع، طيب ما استخدمه بقى في تجديد جلدي، في تجديد جسمي واعضائي كلها، انظف العفشه زي ما بيقولوا. ايوه خلاص، بنطرد كل السميات هتطلع بس بالظبط، بس على شرط
اجيد فن الصيام ثم صح. اجيد فن الاكل. بالظبط. هي دي ابتدي اركز قوي على السوائل الصحيحه الفريش بالذات والماء الكافي. نمره 2 التغذيه الجيده زي ما قلنا، بروتين وخضار وفاكهه وبالذات الفريش. اللايف ستايل، النوم، الفيزيكال اكتيفيتي تبقى صح، مش هنقول رياضه ولكن فيزيكال اكتيفيتي صحيحه. نوم منظم، حتى لو بلاش الخبطه، مش هنام النهارده ساعتين الصبح وبكره ساعتين بالليل، نظمه بطريقه معينه هتبقى الدنيا كويسه. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه يا دكتور حنان، بجد يعني معلومات لاول مره اسمعها، يا خبر ومستمتع جدا 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 انا اللي بكل مستمتعه كلمه جدا حضرتك والله. قلتيها. لا انا مستمتعه بالنقاش جدا، الحوار يعني على فكره احنا ما حضرناش اسئله، احنا عمالين، انت ما بصيتش في الورقه حتى، لا انت عمال الكلام ممتع بجد يعني. عمالين نسال مع بعض كده. بس عايز اسال حضرتك شويه اسئله بقى في الاخر. بنسميها دايت ولا بالغلط؟ لو حضرتك شايفه ان هي مناسبه هنقول دايت، حاضر. ولو هي مش مناسبه خالص حضرتك قولي غلط، وحضرتك قولي لنا طبعا ازاي التصحيح بتاعها. شرب المياه الغازيه على الفطار بيروي العطش وبيساعد على ترطيب الجسم والجلد. غلط 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 مليون ألف مرة. هقول لك ليه. أولا هي هتعطشك. نمرة 2 ما ينفعش إن أنا أفطر على حاجة مسكرة قوي. إحنا يمكن تمرة أو 2 السكروز اللي فيها كافي، لكن ما اقعدش أشرب مياه غازية. ثانيا فيها حاجات هتضر المعدة، يمكن بتوع الجي اي تي الجهاز الهضمي يقولوا لك غلط تماما. أيوة. خلاص هتسد نفسك، هتعمل مشاكل كتيرة جدا. الصودا اللي فيها برضو مش أحسن حاجة علشان تهيئ المعدة للامتصاصات اللي بعد كده. غير بقى إن إحنا بنقول إن السكريات والدهون خطر على الجلد، لأن الناس اللي عنده، وجدنا مثال على كده حب الشباب، وجدنا إن بيقول لك الويسترن دايت اللي هو هاي ان كالوريز، الفاتس كتيرة وكالوريز كتيرة وسكريات كتيرة، بيزود من عضي معين اسمه الاموتور، وبيزود إفراز حاجات معينة للإنسولين جروس فاكتورز وبيحفزها، وبناء عليه يزود حب الشباب ويزود الأمراض اللي ميديتد بالحاجات دي ويرفع الكوليسترول ويرفع. يعني خطأ جامد جدا ان انا ابوش السكريات او دهون اول ما اجي اكل. فما ينفعش ابدا نحسب الغازيه دي من الميه بتاعتنا او السوائل بتاعتنا خالص. ده بالعكس، ده حاجه مضره يا جماعه، ما حدش ياخدها خالص يعني. مكملات الكولاجين بتتاخد بس للستات اللي فوق ال40؟ لا طبعا غلط. خلاص ليه بقى؟ لان احنا قد احتاجها في سن اقل من ذلك. في عندنا كونسبت اسمه بريماتور ايجينج، شيخوخه مبكره في الجلد، بتحصل ممكن تبقى عندها 20 او 25 سنه، بتتعرض للبلوشن والشمس، ستريسز كتيره، اكلها مش هيلسي، بضطر اعوضها. بعض الامراض زي ما قلنا اللي بيبقى فيها نقص في الانترنال كولاجينز، بعض الامراض بحتاج الحاجات دي. طب والستات بس ولا الستات والرجاله؟ لا كله على بعض. يعني الرجاله ينفع؟ طبعا بص، ما في اطمن على نفسك خالص. هو انتوا عمالين تقولوا ستات، هو يعني اللي بيجي لنا الاثنين الانسان الشخص الشخص العادي. افضل وقت ناخد فيه الكولاجين حضرتك بتشوفي انه على معده فاضيه ولا قبل النوم ولا امتى؟ بص هو بيختلف من نوع الى اخر بامانه يعني، لكن الهيدرولايزد كولاجين يستحب ان هو يؤخذ على معده فارغه بس يبقى وراها اكل. يعني انا هاخده الاول اهو ومفيش 10 minutes هاكل، علشان هو هينزل تبتدي المعده تمص، اجي انزل بقى الباقي العصارات تبتدي تساعده. ولكن احيانا البرودك يقول لك لا لازم كذا، لا لازم كذا، ما اعرفش ايه، ولكن هو ده. والحقيقه ما تفرقش اذا كان الصبح او بالليل، يعني فحاجه كده. نوع كويس، نوع كويس ويكون فورتيفايد زي ما بنقول، فيه فيتامين سي ومعاه حاجات تانية تساعده، لان البيور كولاجين لوحده نتائجه مش احسن حاجه. مش احسن حاجه. دايت ولا بالغلط؟ لو بشرتي دهنيه مش هحتاج ولا ترطيب ولا اي كريمات. يا خبر ابيض، على فكره فعلا دي حته مهمه جدا. طبعا غلط كتير لا طبعا البشره الدهنيه زيها زي البشره، مش معنى انها ده دهون غلط، دي الدهون طالعه غلط اصلا. احنا المفروض الدهون بتتفرز في البشره بكم معين وتركيزات معينه، بيحدث خلل في الكم والكيف، فبيحصل جفاف، وبالذات لما تتعرض لمؤثرات خارجيه، حراره الى اخره والكلام ده كله، فبتجف. نمره 2 هي بتضطر انها تستخدم ادويه تقلل من معدل افراز الدهون سواء بالفم او موضعي، فهي بتشيل طبقه الدهون، فبتشعر في كثير من الاحيان بالجفاف. 3 اللي بياخدوا الايزوتريتينون شعور بشرتهم بتجف جدا، فيبقوا محتاجين ترطيب. لا طبعا
فمحتاجه ترطيب زي طبعا، اي بس نقطه. انواع معينه بقى طبعا لابد وان تكون سهله الامتصاص، ان تكون في صوره يتقبلها الجلد، ولا تحدث اي اثاره للحبوب، وما بنسميها نون كوميدوجينيك. نروح لدكتور يعني تخصصه جلديه جلديه هو اللي يقول هو اللي يقول لك بالظبط كده. لانه في الاخر هي هتحتار، اه هتخش صيدليه هتلاقي انواع كتير، ايه صح. ينفعني؟ م- فلازم استشير الدكتور بتاعي ايه اللي بالظبط كده، ينفعني. ايه اللي ينفعني. بالظبط. دايت ولا بالغلط؟ النوم المتقطع في رمضان ملوش اي علاقه بالبشره لو انا بحط كريماتي وباخد مكملاتي. غلط غلط غلط، لان احنا واحنا بنتكلم قلنا ده مهم جدا تنظيم النوم، علشان افراز الهرمونات المختلفة، وعشان انظم الدورة الدموية، وانظم كل حاجة في حياتي. لازم النوم يبقى كافي، وفي اوقات سليمة ومرتب. ميرسي جدا 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 يا دكتور حنان، بجد نورتينا وشرفتينا، ورمضان كريم، الله ويا رب دايما كده متقابلين في ان شاء الله. لقاءات بجد علمية ومفيدة. الحلقة دي اوعوا تفوتوها، لازم تتفرجوا على الحلقة كاملة على اليوتيوب، لأنه بجد مفيش كلمة مش هتستفيد منها. شكرا ليكم ورمضان كريم، ودايما نتقابل في حلقات جديدة من جرين توك بودكاست.